خونا في كل مره كيدخل شي مكان عام فيه بزاف ديال الناس، القلب ديالو كيتشد عليه وكيبقى يضرب بالزربه لدرجه انه الهضره ما كيقدرش يخرجها، كيبقى يهضر مع راسو كيقول انا لا هضرت راه هاد الناس كاملين غيبقاو يضحكوا عليا ويستهزئوا بيا. حتى لواحد النهار غتجي واحد الفرصه اللي قادره تغير الحياه ديالو 180 درجه، وقد ما هي بسيطه هاد الفرصه قادره تغير له الحياه ديالو 180 درجه، هي انه يطلع يهضر قدام بزاف ديال الناس. تخيل معايا واحد عايش في وسط الضجيج كامل، واش كتظن انه غيقدر يديرها ويطلع يغير الحياه ديالو 180 درجه اولا ما غاديش يقدر يديرها؟ قبل ما نكمل لك القصه واشنو دار خونا واشنو وقع له من بعد، خليني نقول لك كيفاش تحرر من هذا الخجل اللي قادر يدمر لك الحياه ديالك بلا ما تحس. اي مشكل كتواجهه في حياتك باش تلقى له حل خاصك تقبل داك المشكل اللي عندك. دونك اول نقطه خاصك ديرها باش تهنى من هذا الخجل تقبل هو انك انت واحد الشخص خجول. دونك خاصك تقبل هذه المساله هذه. باش تقبلها هي انك تقول مع راسك انا واحد الشخص اللي خجول. دونك غندير واحد الخطوات اللي هما غيساعدوني باش انني نتهنى من هذا الخجل. هاد الخطوات من غتجيبهم هما اللي غادي نقول لك انا. دونك اول خطوه هي انك تقبل الخجل ديالك، تقبل انك انت واحد الانسان اللي خاجل. ثاني نقطه خاصك تعرفها هو انه في كل مره كتفرز لك الخوف كتفرز معاه واحد الحاجه اللي قادره تخليك تحرر من هذا الخوف، هي الاثاره والحماس. هادو كيتفرزوا بجوج مع بعضياتهم. الا لاحظتي في كل مره كتبغي دير واحد التجربه اللي جديده في حياتك كيجيك واحد الخوف، ولكن في نفس الوقت انت كتكون عندك واحد الاثاره وواحد الحماس انك دير ديك الحاجه اللي باغي ديرها، ولكن ديك الخوف كيبقى شادك. دونك هنا شنو غدير انت؟ ديك الخوف ما غتخليهش، غتقول للدماغ ديالك هذا راه ماشي خوف، هذا راه انا متحمس انني ندير هذه الفكره، هذه غير اثاره، هذه غير حماس. دونك هنا غتلعب على الدماغ ديالك، عوض ما انه ديك الخوف يكونتروليك انت غتكونتروليه وتقول له ايه حبس، هذا راه ماشي خوف، هذه راه غير اثاره وحماس. غتقول لي واش نهضر مع راسي، واش نقولها مع راسي؟ قولها مع راسك، بان حمق قدام الناس ما كيهمش. اهم حاجه هو انك تحرر من هذا الخجل اللي قادر يدمر لك الحياه ديالك. دونك في كل مره تخاف تفكر بان راه في نفس الوقت انت خايف ولكن عندك واحد الاثاره والحماس لذاك الفكره اللي باغي دير وخايف منها. ما تخليش الخوف اللي يكونترولي، خلي ديك الاثاره وداك الحماس هي اللي تكونترولي داك الفكره. ثالث نقطه واللي خاصك تعرفها هو انه انت في كل مره غدوي اولا تقول شي حاجه اولا في كل مره غدير شي حاجه زوينه اولا خايبه، الناس غتهضر. هذه واحد الحاجه اللي ما يمكنلكش تكونتروليها، واحد الحاجه اللي ما تقدرش تحكم فيها. الناس غدوي فيك سواء درتيها زوينه سواء درتيها خايبه. دونك انت انك تبقى مركز على الاراء الاخرين، هذه واحد الحاجه اللي غتخليك عمرك تهنى من داك الخجل وعمرك تهنى من داك الخوف وعمرك تهنى من انك تزعم دير واحد الحاجه جديده. دونك ثالث نقطه معنا هي انك تهنى من اراء الاخرين، ما تبقاش مركز مع الناس شنو غيقولوا عليك، واش غيقولوها زوينه واش غيقولوها خايبه، ما كيهمش لحقاش قد ما درتيها زوينه غيدوي فيك، قد ما درتيها خايبه غيدوي فيك. دونك انت اللي عليك هو انك تعيش حياتك كيف ما بغيتي انت، ماشي كيف ما بغاو الناس. ما تدياش في الاراء الاخرين، ما تكونش كتعطي واحد الاهميه كبيره للناس شنو غادي يقولوا عليك، واش غيقولوها زوينه واش غيقولوها خايبه. دير في بالك بان الناس غيدويو ويدويو، وهذه واحد النقطه اللي الا درتيها في بالك وتيقتيها صافي ما غتبقاش انت اي حاجه كتبغي ديرها كتفكر الناس شنو غيقولوا، واش غيقولوها زوينه واش غيقولوها خايبه. انت صافي كتقول مع راسك راه هاد الناس غيدويو سواء درتها زوينه غيدويو درتها خايبه غيدويو. دونك عيش حياتك كيف ما بغيتي انت وماشي كيف ما بغاو الناس. دابا تخيل معايا انك انت وصحابك قررتي واحد النهار انكم تمشيو تتعشاو في واحد الريستو، مازال ما حددتوا الريستورون، تلاقيتوا عشرانك بقاو كيهضروا اش من ريستو غنمشيو لها، واحد فيهم نطق وقال واحد السميه ديال واحد الريستورون اللي انت كتعرفها وديجا مجربها وما عاجباكش. واش غادي تمشي لذاك الريستورون وتحس براسك مخنوق فيها اولا غطرح الراي ديالك وتطرح شي ريستورون اللي غتكون احسن منها؟ اهم حاجه هنايا هي انك انت تهنى من ديك الخوف وديك الخجل. دونك اهم حاجه ديرها هي انك تطرح اخويا ديك الراي ديالك، ما تخافش من ان ديك الراي ديالك يكون مرفوض. طرح الراي ديالك، ناقش ديك الراي ديالك، طرح الراي ديالك خاصو يتحترم. انت خاصك تحترم الراي ديالك باش يحترمك واحد اخر. ما يمكنش انت حطيتك في هاد السيتياسيون ديال ان واحد عشيرك طرح واحد الريستورون اللي انت ما عاجباكش ولكن غتمشي لها غير حقاش انت ما كتحترمش الاراء ديالك، انت الراي ديالك انت ما كتحترموش، دونك ما غاديش تطرحو. دونك اهم حاجه باش تحرر من هذا الخجل هو انك تحترم الراي ديالك ودير في بالك بان الراي ديالك راه هي واحد الحاجه اللي مهمه وتطرحها على عشرانك. تقول لهم لا غنمشيو لواحد الريستورون كنظن لي زوينه ما عمرنا جربناها غنمشيو نجربوها، وهكا غادي تكون خليتي واحد الانطباع زوين مع عشرانك لحقاش ما فرضتيش عليهم، عطيتيهم راي وكتقول لهم اشنو بان لك. وفي نفس الوقت ممكن الراي ديالك يكون احسن من الراي ديال عشيرك الاول. دونك الراي ديالك خليك تايق فيه ديما،
وطرح الراي ديالك باش تحرر من هذا الخجل هذا اللي قادر يدمر لك الحياه ديالك. دابا من بعد ما عرفتي هذا الشيء كامل، خليني نعطيك واحد المثال بجوج ديال الناس. هذا احمد وهذا محمد. مثال، هذا احمد هذا باغي يدير صناعه المحتوى، وهذا محمد هذا باغي يدير صناعه المحتوى. محمد كيقول مع راسو خاصني تنشري كاميرا، خاصني حتى نشري ميكرو، ولكن في نفس الوقت احمد راه بادي صناعه المحتوى بتليفونه وكيدير فيديوهات وكيبوستي فيديوهات. واش كتظن انه شكون اللي غادي يوصل قبل؟ واش هذا اللي كيتسنى كاميرا وميكروفون وسيت اب، اولا هذا اللي بدا بتليفونه؟ فرا الجواب باين، هذا غيوصل قبل من هذا، وربما هذا عمره يوصل ويبقى كيتسنى في ديك الكاميرا ويبقى كيتسنى في ديك الميكرو. دونك اهم حاجه تعرفها هي انك ما تسناش المثاليه في الشخصيه ديالك. انت واحد الشخص اللي ماشي مثالي، وخاصك تقبلها، وخاصك تقبل ان عندك اخطاء في بزاف ديال الجوانب، وخاصك تقبل بانك عندك بزاف ديال نقاط ضعف، وخاصك تقبل هذا الشيء كامل. ولكن واخا غتقبلهم، اهم حاجه هي انك ما تركزش عليهم. خاصك تولي تشوفهم كيفاش تردهم نقطه قوه، وتركز على النقاط القوه اللي عندك دابا حاليا. كاينين نقاط ضعف ممكن تحولهم لنقاط قوه لصالحك انت. دونك اهم حاجه ديرها هي انك ما تركزش على النقاط الضعف ديالك، وما تركزش على انك تكون واحد الشخص اللي مثالي. باش تهنى من هذا الخجل هذا، راه ما خاصكش تركز على انك انت تكون واحد الانسان اللي مثالي ديما تكون بيرفكت. ما عمرها غتكون الكمال لله. خامس حاجه واللي غتخليك تهنى من هذا الخجل ديالك، هو انك كل نهار دير واحد الخطوه اللي بسيطه اللي غتعاونك تهنى من هذا الخجل هذا. كيفاش؟ انا نعطيك واحد المثال، ما تخاف ما تدهش. انا هنا باش نشرح لك كل شيء بالتدقيق. مثلا واحد الشخص كيخاف يهضر مع البنات وكيحشم، ومين كتسلم عليه شي بنت كيعرق وكيبغي يدوب في بلاصتو. المثال هنا هو انه هذا الشخص هذا خاصو كل نهار يحاول يهضر مع شي بنت. ماشي شرط انه يدي النمره، الشرط الوحيد هو انه يهضر مع بنت كل نهار. مثال انك انت غادي مثلا في الشارع، بانت لك واحد البنت دايزه محداك، انت عارف شحال في الساعه، تقول لها اسمح لي ما ديريهاش مني قلة الصواب، بغيت نعرف شحال في الساعه الا كان ممكن. غتقول لك شحال في الساعه، بوم، انت هرستي ديك الخوف اللي بينك وبين ديك البنت. صافي، نهار على نهار، النهار الاول غتجيك صعيبه، النهار الثاني غتجيك صعيبه، السيمانه الاولى غتجيك صعيبه، حتى غتهرس ديك الخوف وغتهرس ديك الحشمه اللي كتوقع بينك وبين ديك البنت. هذا غير مثال، ويقدر هذا المثال هذا ينطبق على اي حاجه عندك فيها خوف وعندك فيها الحشمه، اي حاجه. سادس نقطه معنا واللي غتعاونك انك تهنى من هذا الخجل هذا وتهنى من هذه الحشمه، هي انك تواجهه بالفعل وماشي بالتفكير. انت مثلا ملي كتبقى تفكر بزاف شنو غيوقع، شنو عندك توقع هكا، عندك ما يوقعش داك الشيء كيف ما بغيت انا، عندك هادشي كامل ما عمره غادي يخليك تهنى من داك الخجل ديالك. اهم حاجه باش انك تهنى من الحشمه ديالك وديك الخوف هو انك تواجهه بالفعل. وهذا الشيء اللي دار هاد خونا اللي قلت لك في القصه الاولى اللي بدينا بها الفيديو. خونا دار هاد النقطه هذه، واجه الخوف ديالو بالفعل، ناض هضر قدام بزاف ديال الناس، ولقى الاصوات الداخليه اللي كانت في وسط منه كتقول له انه الناس كاملين غيضحكوا عليه، ما وقع حتى شي حاجه من هذا الشيء. الصوت الداخلي اللي بقى كيقول له راك غتبان عبيط وراك غتمشي طيح، هذا الشيء كامل ما وقعش. دونك هنا هاد خونا هذا في كل مره غيبقى يبغي يطلع يهضر قدام بزاف ديال الناس، يتفكر التجربه الاولى، غيربطها بانه داك الشيء كامل اللي كان كيقول له دماغه ما وقعش، غيتشجع وغينوض يهضر قدام بزاف ديال الناس. تخيل معايا بنادم غير حياته 180 درجه غير بسبب هذه النقطه هذه، هو انه تشجع وواجه الخوف ديالو بالفعل وماشي بالتفكير. دونك حتى انت الا بغيتي تغير حياتك 180 درجه وما تبقاش مبلوكي في بلاصتك، واجه الخوف ديالك والخجل ديالك بالفعل وماشي بالتفكير. وحتى لهنا غنكون وصلنا لتالي الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم هذا الموضوع اللي دوينا عليه وقدرت نعاون شي شخص. الا عجبكم بحال هذه المواضيع وبغيتونا نطرق لهذه المواضيع اكثر واكثر، كتبوا لي تحت في الكومونتير وخليوا لي اشنو هو الموضوع اللي تبغيوني نهضر عليه في الفيديو الجاي. تلاقاو في الفيديو الجاي مع موضوع جديد من اختياركم. تهلاو.